بدون بقى كلام ومقدمات كتير، النهارده هنعمل مع بعض احلى ميني كوكيز بجد خطير، ويعتبر من احلى الحاجات اللي ممكن تحطها للولاد كده في اللانش بوكس. بجد ريحته وطعمه مش قادره اوصف لك عن جماله. ومش بس كده، في 10 دقايق هتقومي تجهزيه ويطلع معاكي بالجمال ده. وصفه سهله جدا ان شاء الله نعملها مع بعض، المقادير سهله تقدري تعملي منها كميه كده وتحتفظي بيها. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الوصفه. في الاول كده معايا البوله بتاعتي، نزلت من نص كوبايه من السكر الابيض، عليها نص كوبايه من السكر البني. طب لو مش متوفر سكر بني تقدري تضيفي كده نص كوبايه من السكر الابيض، عليها معلقه صغيره من العسل الاسود. نزلت عليهم هنا بكوبايه من الزبده، اهم حاجه الزبده بتاعتنا تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. ومعايا هنا البيضايه بتاعتي، وطالما في بيض يبقى معانا ظرف من الفانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا البودر او السايله. هبدا بقى اقلبهم كويس جدا زي ما اتفقنا. النهارده مش هنستخدم بقى لا مضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجه، يعني بالاسباتيولا بتاعتنا او المضرب السلك بتطلع معانا بكل سهوله وتتشكل معانا على طول. هقلبهم كده على طول لغايه ما تدينا كده قوام عجينه سايله تبقى معانا بالشكل ده. وزي ما اتفقنا اهم حاجه الزبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. هنزل عليهم هنا بمعلقه صغيره كده من البيكنج باودر او البيكنج صودا. والدقيق بتاعنا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، ومعايا كمان ربع كوبايه من الدقيق، يبقى كوبايتين وربع. وسبت ربع كوبايه كده على جنب لغايه ما اشوف العجينه بتاعتي هتحتاج دقيق ولا لا، لان طبعا زي ما اتفقنا كل دقيق بيختلف عن التاني. ومعايا هنا كوبايه من الشوكليت شيبس، وابدا بقى اقلبهم كويس جدا بايديا بالشكل ده لغايه ما كل الدقيق معايا يختفي تماما. طب الدقيق اللي انا ضفته زي ما اتفقنا كوبايتين وربع، وبصراحه انا ما احتاجتش الربع كوبايه التانيه. يبقى الدقيق معانا من كوبايتين وربع لكوبايتين ونص حسب نوع الدقيق. طب لو ضفت كوبايتين ونص ولقيت العجينه معاكي كده ملزقه وسايله شويه، دخليها التلاجة تشد معاكي شويه، وبعد كده طلعيها وشكليها على طول. انا حبيت بس اوريكي انها بتتشكل معانا كده بكل سهوله ومش بتلزق ولا اي حاجه خالص. في الوقت ده انا كنت نسيت اضيف معاكم المعلقه الكبيره من النشا، فانا حبيت اضيفها معاكم برضو عشان ما تنسوش. وانا ان شاء الله هسيب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف ان شاء الله تكون برضو مظبوطه عشان لو حبيتوا ترجعوا لها. هبدا بقى هنا اقسم العجينه بتاعتي على جزئين، حبيت اعمل جزء كده بالفانيليا وجزء كده بالشوكولاته او الكاكاو. ضفت هنا معلقه صغيره من الكاكاو وعليه كده معلقه صغيره من الزبده عشان برضو العجينه بتاعتنا تكون لينه كده ومتبقاش ناشفه. جبت هنا الصاج بتاعي فرشته كده فرشه كده من ورقه الزبده، وهضيف هنا الكوكيز بتاعنا هنبدا نشكله بقى بكل سهوله. هبدا بقى اكوره كده على شكل كره صغيره، او شفت حجم الليمونه بس اصغر شويه ويبقى معانا بالشكل ده. ده هنا اول صاج عملته، هنعمل كمان صاج. عايزه اقولك ان من كوبايتين دقيق بس هنعمل بجد كميه حلوه جدا، وطعمه وريحته خطيره بجد. وزي ما اتفقنا على البدائل اللي موجوده، لو مش متوفر سكر بني نقدر نعمله في البيت بكل سهوله. دخلته بقى الفرن بتاعي على درجه حراره 200 من الرف اللي هو الوسطاني، يطلع معانا بالشكل ده. شغلت له من تحت الاول وبعد كده شغلت له الشوايه. بجد يا جماعه ريحته كانت خطيره. سهل جدا وبسيط، وفي 10 دقايق هتقومي تعمليه، مش هياخد معاكي وقت ولا اي حاجه خالص. في 10 دقايق في الفرن وهيكون جاهز. يعني هو ما بياخدش اصلا مده كبيره في التسويه. شكله بجد من جوه كان خطير، مقرمش كده من بره وطري من جوه. بجد طعمه وريحته مش قادره اوصف لك عن جمالها. وصفه سهله جدا بسيطه تنفع الولاد طول ايام فتره الدراسه في اللانش بوكس، والولاد طبعا بيفرحوا بيه جدا مع كوبايه لبن كده في اللانش بوكس بتاعهم. سهل جدا وبسيط، قوموا جربيه واستنى رايك ان شاء الله. بس يا ريت ما تنسيش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. مع السلامه.